السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم اللي هي الشوربة الليبية. أول شي زيت زيتون كمية بسيطة، وحبة بصل متوسطة تكون مقطع قطع صغيرة أو مبشورة. بعدها لحم خروف هبرة يكون بدون عظم، مقطع لحجم صغير أو مربعات صغيرة، وتقريبا فنجان قهوة حمص منقع ليلة كاملة في المي. وعلى نار هادية أول ما تسخن معانا الطنجرة نضيف عليها قطعة زبدة متوسطة، هو المفروض إن احنا نستعمله سمن، وتقعد على نار هادية 10 دقايق. نحرك المكونات مع بعضهم ونخليهم 5 دقايق تانيات على نار هادية. بعدها نستعمل ملعقتين متوسطات معجون طماطم، وملعقة ملح، ملعقة كركم مطحون أو البزار، ونص ملعقة قرفة مطحونة. بعدها نزيد المية ونخليها على نار هادية لمدة حوالي 45 دقيقة. بعد 45 دقيقة نضيف عليها شوية معدنوس مقرد رقيق يكون، وبعدها نضيف لها حبوب الشربة اللي هي اسمها في أغلب الدول العربية لسان العصفور، ونخليها على نار هادية لمدة 15 دقيقة. بعد ما نضيف حبوب الشربة بعد 15 دقيقة نضيف عليها نعناع مجفف مطحون تقريبا ملعقة صغيرة.